السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهاردة كده زي ما شفتوا في عنوان الفيديو، ايه السبب اللي خلاني اقرر افتح قناة؟ طبعا السؤال ده اتسألته من متابعة فاضلة اسمها مي صبح. طبعا ما قدرتش ارد عليها في التعليقات لان الجواب بتاعي هيكون كبير جدا جدا، فحبيت كده اعمل الفيديو ده واوضح فيه حاجات كده مهمة جدا، واقول لحبايب قلبي انا ليه فتحت القناة وايه الاسباب اللي دفعتني اني اقرر افتح قناة. طبعا يا حبايب قلبي انا عندي طبعا عدة اسباب كتيرة ومش هخبي عليكم وهقولها لكم بكل صدق وبكل صراحة. انا واحده من الناس اللي كنت بتابع اليوتيوب من فتره طويله جدا جدا، وكان بيعجبني قنوات معينه كده. منهم اول قناه انا عرفتها على اليوتيوب وكنت بتابعها قوي وما زلت بتابعها وبحبها قوي قوي. هي قناه ماما مملكه بتاعت مدام سلوى. بجد من اجمل القنوات اللي انا شفتها. اتعلمت منها حاجات كتير جدا جدا وشخصيه بجد شخصيه راقيه وشخصيه محترمه. يعني لها الفضل في حياتي في حاجات كتير جدا جدا. وقناة كمان كليفر مامي بتاعت مدام غادة. كانوا القناتين دول اول قناتين انا عرفتهم على اليوتيوب. بعد كده عرفت قناة دينا صاحبة قناة سوبر دودي. بدأت اتعلم منهم حاجات كتير جدا انا ما كنتش اعرفها. اتعلمت منهم حاجات كتير ويعني وشفت في التعليقات اللي كانت بتجيلهم على الفيديوهات قد ايه الناس بتحبهم، قد ايه هم بيفيدوا الناس. فانا يعني من هنا فكرت وقررت اني لازم يعني اعمل حاجه تفيد الناس، بما ان انا بستفيد من الناس دي. ليه الناس ما تستفيدش مني؟ انا شايفه في نفسي مثلا قدرات معينه، بقدر اتكلم مثلا، بقدر يعني عندي مثلا حلول لمشاكل من شهاده الناس اللي حواليا اخواتي واصدقائي ويعني وجيراني وكده. يعني مش حابه اشكر في نفسي كتير، بس يعني من شهاده الناس اللي حواليا بيقولوا عني ان انا يعني ولله الحمد يعني عندي مثلا ايه قدرة اني اقدر مثلا اتكلم او اقول نصايح او كده. فمن هنا جت الفكرة وحبيت افتح القناة. ده كان سبب من ضمن الاسباب اني افيد الناس مثلا باي افكار عندي. تاني سبب يا حبايبي اللي خلاني برضو اقرر اني افتح القناة، ان انا من زمان جدا جدا وانا عندي طموح اني اعمل اي حاجة اثبت فيها نفسي. اذا كان شغل، اذا كان يعني اي مجال في الدنيا، احس ان انا يعني عندي قدرات فيه كنت عايزه انميه واشتغل فيه. لكن انا لظروفي وظروف بيتي طبعا لاني اطفالي صغيرين، وما عنديش حد بديل ليا في البيت انه يقعد بيهم. فكان الشغل يعني بره البيت بالنسبه لي صعب جدا جدا، وكمان علشان خاطر اني منتقبه طبعا الاختلاط بالنسبه لي كان صعب برضه. ففكره القناه كانت حلوه جدا جدا بالنسبه لي لاني هشتغل في البيت، من بيتي هتكلم ومن بيتي هطبخ في مطبخي. يعني كل الامكانيات كانت متاحه بالنسبه لي، وفكره القناه كانت فكرتها حلوه جدا. فمن هنا اخدت القرار، وقلت بقى لنفسي انا لازم يعني اثبت وجودي بالطريقه دي. ولقيت بقى كل محتوى القنوات اللي على اليوتيوب كلها تنظيف وطبخ وبرضه كلام من القلب وكده. فانا قررت اني بما اني في الريف وفي ناس كتير جدا جدا بتفتقد جو الريف وبتفتقد اكل الريف، ومفيش قنوات كتير يعني محتواها بالشكل ده. فانا حبيت اكون مختلفة، حبيت اعمل اللي انا بفهم فيه، ما ادخلش في اي مجال انا ما بفهمش فيه. فقررت اني يعني محتوى قناتي يكون الطبخ اللي احنا بنطبخه هنا في الريف، لان في ناس كتير جدا بتحب اكل الريف وبتحب تعرفه. فانا قلت ان انا هشتغل في المجال ده، والى جانب برضو الكلام من القلب والحلقات التوعية والنصايح وكده. فلقيت نفسي مشيت في الموضوع وخلاص وفتحت القناة. ده كان تاني سبب انا فتحت ليه القناة. برضو يا حبايب قلبي انا لما فتحت القناه وبدات اتعرف على ناس كتير جدا، وهم اصحابي من اصحاب القنوات برضو اللي بدانا مع بعض. ناس كتير جدا طبعا مش هذكر اسامي لان اخاف ما اقولش اسم فيزعلوا مني، وهم كلهم حبايب قلبي عارفين نفسهم. بدات
اكون علاقات، اكسب صداقات. كانت بالنسبه لي بجد صداقات حلوه جدا جدا، وبنسأل على بعض دايما وبنتكلم كتير. فده كان اكبر مكسب بالنسبه لي، ان انا كسبته من ورا فتح القناه يعني. وكمان في نفس الوقت لما فتحت ولقيت تفاعلكم معايا وتفاعل كل المشاهدين اللي بيتابعوني، والناس اللي بتفضل تدعي لي لما بتتعلم مني حاجه او يسالوني على وصفه معينه وانا انفذها لهم، كنت بحس بقمه السعاده وبقمه الفرح يعني والانبساط، ان انا بكون سبب اني اسعد حد او اعلم حد حاجه ويدعي لي. بجد كان مكسب حلو جدا، وبحس ان انا برضو ليا قيمه كده وبعمل حاجه مفيده. حسيت فعلا ان انا يعني بجد اثبتت وجودي، حسيت ان انا بدات احقق طموحي ان انا اثبت وجودي في المجتمع. فده في حد ذاته حاجه مهمه جدا جدا. طبعا الى جانب بقى ده كل الاسباب اللي انا قلتها ديت، مش هخبي عليكم برضو الجانب برضو يعتبر جانب اساسي في الموضوع، ان انا اربح من القناه، اربح منها فلوس يعني. بس انا يعني اكون صادقه معاكم، انا فاتحه بقالي دخلت كده على 8 شهور دلوقتي، يعني بقالي اكتر من 8 شهور او كمان يمكن بجد يعني مش فاكره، كمان ممكن تكون سنه لان ما بحسب لهاش يعني. لحد دلوقتي انا ما خدتش حاجه من ورا القناه، لان طبعا زي ما انتم عارفين انا المشتركين بتوعي مش كتير، والمشاهدات بتاعتي ما هيش عاليه قوي الحمد لله رب العالمين. لسه برضو يعني ما جاليش فلوس منها، بس طبعا انا مكمله معاكم، ومش مهم الفلوس تيجي امتى، تيجي في اي وقت وبراحتها، لان طبعا انا كسبت مكسب كبير جدا جدا اكتر من الفلوس، وهو محبتكم ليا. وكسبت اصدقائي اللي انا اتعرفت عليهم من خلال اني فتحت قناه. وطبعا يا حبايب قلبي انا حبيت اعمل الفيديو ده لسببين اتنين، ان ارد على مي اللي سألتني السؤال ده، انا ليه فتحت قناه، لان طبعا زي ما انتم شفتوا كده ان انا اجابتي كانت طويله جدا جدا. تاني سبب من ورا برضو عمايل الفيديو بتاع النهارده، ان اوصل رساله مهمه جدا جدا لكل اللي بيسمعوني، وهو انكم لو حابين تعملوا اي حاجه في حياتكم، تثبتي ذاتك في اي حاجه، حاسه ان انت عندك موهبه في حاجه معينه، ما تكتمهاش جواكي، ودوري وفتشي وحاولي تنميها وتكبريها، عشان تحسي برضو ان انت بتعملي حاجه مفيده. طبعا كلنا كأمهات وزوجات مجرد ان احنا بس قاعدين في بيوتنا كده بنربي اولادنا وبنشوف مطالب بيتنا، دي مهمه حلوه جدا، وطبعا لا تقل اهميه عن انك تشتغلي شغلانه تانية. لكن طبعا كلنا لازم نحس ان احنا عايزين نعمل حاجه لنفسنا، كامرأة بقى، يعني حاجه كده خاصه بيكي لوحدك، تكون بتاعتك انت لوحدك. ديت بتبقى محسساكي طبعا ان انت طايره في السماء، وحاسه ان انت نفسك تعملي حاجات كتير. دي كانت رسالتي حبيت اقدمها لكم، وحبيت اقولها لكم كده في الفيديو علشان اي حد ممكن يستفيد منها. طبعا يا حبايبي انا طولت عليكم، لكن كان مهم جدا جدا ان ارد على مي، لان اي واحده من متابعين القناه الافاضل اخواتي في الله وحبايبي يسالوني اي سؤال لازم طبعا اجاوبهم وارد عليهم، ما ينفعش اطنش. فانا عملت الفيديو لان طبعا الاجابه كانت طويله زي ما قلت لكم. اتمنى يا حبايبي تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو ده، واتمنى يكون فيديو كده خفيف على قلوبكم، واسيبكم كده في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.